يرضيه وإما أن يرضي له فيه. الربا ومن الربا بغير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا، وكذلك الذهب بالذهب، ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد. الربا بالمقدور. طيب. باب لحظة باب في البيوع. والباب في التقسيمات هناك كتاب والباب والفصل. هذه تقسيمات قديمة، والتقسيمات الجديدة يزيدون مثلا المبحث والمطلب والمسألة. هذه التقسيمات لأن المسائل في المعاملات مسائل يعني جمعوها في ما كان متشابها متشاكشا، جعلوها في بطقة واحدة، و يعني عنونوا لها باب. إذن باب في البيوع. ذكرنا في تعريف البيوع أن البيوع جمع ومفرده البيع، وهو كما ذكرنا. وما شاكل البيوع، شاكل ما ضاح البيوع وما ماثلها أو ما يأخذ شكل البيع وإن لم يكن بيعا. ومن ذلك مثلا الإجارة والضمان والكفالة والوكالة والرهن والشفعة والصلح والإقالة إلى آخر. هذه كلها أبواب تتعلق بالأموال. إذن هذا الباب يتناول البيوع ويتناول أيضا مسائل تشبه البيوع لأنها تتعلق بالأموال. هو ذكر في البداية الدليل على مشروعية البيع، إن البيع مشروع لأنه مما أحله الله، وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا يعني اقتباس من الآية هكذا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فدل على أن البيع حلال إذا توفرت فيه شروط، وأن الربا حرام إذا تحقق وجود الربا. بدأ بالربا ولم يبدأ بالبيوع. وأكثر المؤلفين قديما وحديثا يبدأون بالبيوع ثم يختمون البيوع بالربا، الربا والصرف، كأنه يريد أن ينبه على عظم الربا بأن يعلمنا المحظور قبل أن يعلمنا المأمور به، يعلمنا المحظور منه قبل أن يعلمنا المأمور به. يعني كأن يعني واحد يتعلم الميكانيكا قبل أن يتعلم سياقة السيارة. طيب، الربا حكمه محرم بإجماع الأمة، بل جاءت الأديان قاطبة بتحريم الربا. الربا حرام في كل الأديان السماوية. عند اليهودية والنصرانية الربا حرام، لكن هؤلاء بدلوا وغيروا، وضعوا كلمة موضع كلمة ليحققوا مصالحهم ويعرضوا عن أحكام الله سبحانه وتعالى. والأدلة التي دلت على تحريم الربا متضافرة متواترة بلغت حد التواتر، وأجمعت الأمة على ذلك.
ومن ذلك هذه الآية وحرم الربا. ومن ذلك قوله تعالى يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الربا من ضمن الكبائر السبعة، قل اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل الربا. هناك حديث يقول يعني يدل على أن الربا من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله. فيقول 36 زانية أخف من أكل درهم الربا. وفي حديث آخر الربا يعني مراتب جريمة الربا 35 وأهونها أن يأتي الرجل أمه. الربا أمره خطير وجريمته جسيمة جدا وكبيرة وعظيمة. والحكمة في تحريم الربا أن آكل الربا يأكل حقوق الناس ويجمع ويستأثر ويصبح المال دولا بين أيدي قليلة، يضع رجلا على رجل وتأتيه الأموال بدون كد ولا جهد. تصور واحد يوزع، يؤتي هذا 100 مليون وهذا 200 مليون وهذا 500 مليون وهذا 1 مليار، على أن كل واحد منه سيعطيه ربحا 10%، سواء عمل أو لم يعمل، ربح أو لم يربح، لا يبالي، ويجلس وتأتي الأموال. هذا يجعل باب الكسب الحلال شبه منسد، لا يبني المصانع ولا المعامل ولا المزارع ولا، لأن الإنسان إذا كان يكسب عن طريق سهل لا يترك هذا ويسلك الطريق الصعب للكسب، صح؟ فيستنزف أموال الناس ويستكثر والديون تتراكم عليه، إذن فهو حرام ولا يجوز. والربا في اللغة هو مطلق الزيادة، والربا الطفل أي زاد، وربا الزرع أي زاد عما كان عليه، ومطلق الزيادة كل ما زاد تقول هذا ربا. ولكن في الإصلاح زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة بطريقة مخصوصة، وليس كل ما ربا من المال يكون حراما. إذن والربا ينقسم إلى 3 أقسام: ربا الفضل وربا النسيئة وربا الديون. ربا الفضل هو زيارة أحد البدلين المتجانسين المتحدين في العلة، مثلا الذهب بالذهب، إذا تبادلنا ذهبا بذهب وكان أحد البدلين أكثر أوفر من الآخر فهو ربا، لا يجوز. ذهب بذهب لابد أن يكون فيه تماثل. إذا اتحد الجنس واتحدت العلة وجب فيه أمران: وجب فيه التماثل والتقابض، التماثل والتقابض يدا بيد. حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق على صحته: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير
والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه 6. مثلا بمثل، هذا التماثل. يدا بيد، التقابل. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. لكن جاءت في روايات أخرى: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وفي رواية إذا كان هاء بهاء، وفي رواية لا تبيعوا الغائب بالناجز، قل فيه التقابل. إذن هذا ربا الفضل، لا يجوز في جنس واحد أن يفاضل بينهما، حتى لو كان هذا النوع أرضى من هذا النوع. التمر بالتمر لابد أن يكون مثلا بمثله، الجيد بالرديء سواء بسواء. لأن بلالا ذهب إلى السوق ووجد تمرا جيدا، قال هذا ينبغي أن يطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال للبائع كيف تبيع هذا وما عنده فلوس؟ قال صاع بساعين، صاع من الجيد بساعين من الرديء. فجاء بالرديء واشترى وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثميرات. قال يا هذا جيد، أن لك هذا يا بلال؟ وقص له قصة، قال كخ كخ، أين الربا؟ أين الربا؟ أنه ربا. وهناك ربا النسيئة. ربا النسيئة هو تأخير أحد البدلين المختلفين جنسا، الذهب والفضة. تبادل الذهب بالفضة يجوز فيه تفاضل، لكن لا يجوز فيه النسأ، لابد أن يكون يدا بيد. الأرز بالقمح يجوز فيه التفاضل، القمح بالذرة يجوز فيه التفاضل، لكن لابد أن يكون يدا بيد. سيذكر لنا فيما بعد إن شاء الله ما هو الجنس، ما الفرق بين الجنس وبين النوع إن شاء الله. وهناك ربا الديون، ربا الديون. وكان الجاهليون يتعاملون بهذه الديون، وهو يعني فيه نوعان: ضع وتعجل. وهناك أمهلني أزدك. ضع وتعجل، أعطيك الآن دينا مثلا 10 ملايين إلى نهاية شهر أغسطس أوت، وفي نهاية يونيو جوين يقول والله لو أعطيتني الآن 8 ملايين أسقط عنك ال2 مليون. هذا ضع وتعجل، انقص من الدين وأعطني الآن قبل حلول الأجل، يعني نقص الأجل مقابل نقص الدين، هذا لا يجوز، وأصح ما قيل في المسألة. وهناك زدني أمهلني أزدك، يعني أقصى هذه المسألة. الآن حل الأجل وأطالبك ب10 ملايين، يا أخي اتفقنا أن يكون يوم 15 من أبريل، اليوم يوم 15، أعطني الآن. يقول طيب خلاص الآن أمهلني إلى نهاية الشهر وأنا سأزيد لك 1 مليون، سأعطيك 11 مليون، زيادة الأجل مقابل زيادة في الدين، هذا لا يجوز. وهذا متعامل به الآن، يعني الغرب الآن يعني دخلوا في هذا الباب مدخلا عظيما جدا جدا. كل شيء الآن إذا لم توفه في الوقت المحدد لابد أن تكون فيه غرامة، لابد أن تزيد.
وهذا لا يجوز. الإسلام منع الاستثمار بالديون. الإسلام يعني يرى أن الدين هو إسعاف، مساعدة، قضاء الحاجة، وليس بحثا عن الأموال. والدول النامية مما أحبط اقتصادهم هذه الديون. أمهلني أزيدك. يأخذون الديون من البنوك الغربية، فوند مونيتري انترناسيونال، بنك مونديال، يونيون يوروبيان، كذا وكذا، يعطونهم ديون، يحددون آجالا، يعرفون أكيد أنهم لا يستطيعون أن يقضوا الديون خلال هذه المدة. ويقول إذا لم تقضوا في هذه المدة سنزيد 15%. وتأتي المدة ويمدون أيديهم، أعطونا، والله ما عندنا، أمهلونا، طيب 15 إلى يعني نصف سنة، إن لم تقضوا 30%. ويأتي نصف سنة ولا يقضى ويضاف حتى تتضاعف الديون. كان مثلا 5 ملايين دولار وتصبح 15 مليون دولار، ويزيد إلى 20 مليون، ثم نقول نعيد جدولة ديون غينيا. طيب أسقطنا عنهم 5 ملايين، الحمد لله هؤلاء رحماء أسقطوا عنا الديون 5 ملايين. طيب الآن هم أعطوكم 5 ملايين ابتداء، الآن بقي عليكم 15 مليون، الآن عندهم 10 ملايين ربا. هذا لا يجوز. إذن يقول وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه، يعني إذا جاء الأجل إما أن يقضيه بنفس الدين، وإما أن يربي له فيه، وإما أن يزيد في الدين مقابل الزيادة في الأجل. هذا هو ما يسميه أمهلني أزدك، هذا ربا الجاهلية. ومقابله ضع وتعجل، أعطني أقل من الدين الذي أعطيتك لكن دون الأجل الذي أجلناه، هذا أيضا لا يجوز. ومن الربا في غير النسيئة، يعني الربا الفضل، بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلة. الفضة بالفضة لابد أن يكون متماثلا، لأن من نفس الجنس وبنفس العلة. وكذلك الذهب بالذهب لا يجوز فيه تفاضل، حتى لو كان هذا الذهب قديما وهذا الذهب حديثا، هذا الذهب من عيار 18 وهذا من عيار 21، يعني هذا أجود من هذا، لا. لكن ماذا تفعل الآن لو كان عندك ذهب، اغد من الذهب شين، وهذا من موديلات القديمة، وتريد الموديل الجديد، وزوجتك تريد الآن أن تشتري لها عقدا من الطراز الجديد. أنت إذا ذهبت إلى التاجر تقول غير لي هذا بهذا بنفس الوزن، لا يقبل، لأن خلاص الآن هذا ديمودي. ماذا تفعل؟ تفعل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال، قال بيع هذا ثم اشتري منه هذا، تذهب وتبيع القديم تتفق معه على السعر. أنا قبل 3 سنوات ذهبت بعقد قديم لزوجتي، اشتريت هذا العقد لها لما كنت طالبا في الجامعة، هذا قديم، وكان حوالي 150 جرام. وقتئذ اشتريت كان جرام ب 45 ريالا، والآن أكثر من 200 ريال. فذهبت وبعت، والجديد يباع ب 270. هو قال إذا أردت أن أبيعه ب 220
قلت مرحبا، فبيت 220 واشتريت مما وجدته وأضفت إليه بعض المبالغ، واشتريت جرام ب 270، وهكذا تفعل. إذا لا يجوز التفاضل، يقول خلاص هنا 50 جرام من القديم مقابل 40 جرام من الجديد، هذا لا يجوز. حتى في قيمة الصك السبق لا يجوز أن يتفاضل بين المسكوك وبين الخام القطعة، يعني هذا عقد. طبعا العمل ياخذ مبلغا من المال، تقول انا ما دام هذا يعني مسكوك ومصنوع، اذا هذا 50 جرام مقابل 60 جرام من هذا غير المسكوك الخام، هذا لان اشهر هذا مقابل صناعه، لا يجوز. فهمتم؟ قال ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، كما ذكرنا في الحديث. أما والفضة بالذهب، هنا اختلفت الأجناس، يقول ربا إلا يدا بيد، هنا يجوز التفاضل، إذا تفاضل فهو ربا، ولكن لا يجوز النسأ، لابد أن يكون فيه تقابض، يدا بيد هاء بهاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب هنا خرج من الذهب والفضة ودخل في الطعام، لأن الربا لا يدخل في كل الأموال، لكن يدخل في الذهب والفضة، ويدخل في الطعام إذا كان مدخرا مقوتا. الادخار والاقتيات هي علة الربا في الحبوب والثمار. طبعا هذه الأمور الستة التي ذكرت في حديث عباد بن صامت وغيره، هذه يسمى أصول الربويات، هذا مجمع عليها بأن الربا يدخل فيها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه ستة تسمى أصول الربويات. واختلفوا هل الربا يقتصر على هذه فقط؟ عند الظاهرية نعم، عند الظاهرية لا ربا إلا في هذه الستة، وعند الجمهور الذين يقولون بالقياس قالوا لا، هذه أمثلة، فكل ما يشاكلها أو يشاركها في العلة يدخله الربا. مثلا الذهب والفضة العلة فيهما الثمنية والوزن، أو الثمنية وقيمة المتلفات، فكل ما تنزل بالثمن أصبح هو الثمن، وهو الذي يقوم عليه المتلفات، وإن لم يكن ذهبا ولا فضة كالأوراق النقدية الموجودة الآن، ويدخلها الربا. أما الباقي هناك حبوب والثمار وهناك توابل، يعني ما يمثل الحبوب والثمار وما يمثل التوابل. فالبر والشعير يمثل الحبوب، والتمر يمثل الثمار، والملح يمثل التوابل، توابل مثل كندا ونيمكو، هذه الأمور، حتى هذه الأمور فيها يدخلها ربا. إذن هؤلاء القياسون منهم أصحاب المذاهب الأربعة
ذهبوا إلى أن الربا يدخل في غير هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث، لكن اختلفوا في العلة الجامعة بين هذه والمقيس، بين المقيس والمقيس عليه. بالنسبة للحبوب والثمار فذهبت الحنفية إلى أن العلة هي الكيل والوزن، فكل ما يكال أو يوزن يدخله الربا وإن لم يكن من هذه الأصناف الستة، ومن ذلك الحديد والرمال والأحجار، يعني كلها إما أن تكون مكيلة أو تكون موزونة. في البوينت تقول 8 كيلو 1 كيلو، والزنك 4 كيلو، هذا مكيل موزون، عفوا موزون. ومثلا الرمال والأحجار، أحجار البناء سمونه 2 متر كيب 8 متر كيب، متر كيب هذا مكيل. عند الحنفية تدخلها أو يدخلها الربا. لو أردت أن تستبدل الأحجار 0.10 و8 16 لازم أن يكون بنفس الوزن. وإذا أردت أن تستبدل بين بوينت نيميرو 8 وبوينت نيميرو 10 لابد أن يكون بنفس كيلو وكيلو. أما عند البقية لا. عند المالكية العلة هو الطعم والادخار، أن يكون مطعوما ومقتاتا مدخرا. إذا ما لم يكن طعاما لا يدخل، وإذا كان طعاما لكن لا يقتات كالفواكه والخضروات لا يدخل، لأنه ليس مقتاتا ولا مدخرا. وعند الشافعية المانجو بالمانجو مثلا بمثل، كيلو بكيلو. شيخ وأنت أمام الشيخ تنام، والله النوم جيش لا يغلب. لا أرى عيونه وكذا، إذا واغسل يد واغسل وجهك. هو يحاول لكن خلاص. طيب إذا كان بين المانجو والموز يجوز التفاضل، لكن لابد أن يكون يدا بيد. عند من؟ عند الشافعية. وعند الحنابلة العلة هو الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن. إذا كان مطعوما مكيلا فيه الربا، أو مطعوما موزونا. هذا الوزن والكيل يرجع في عهد النبوي، ما كان يعتبر مكيلا وقت ذاك يعتبر الآن مكيلا، لا يعتبر الآن موزونا، وما كان موزونا وقتئذ لا يعتبر الآن إلا موزونا، لا يكون مكيلا. وإن كان الآن تغيرت الأمور، الآن كل شيء موزون. الكيل الآن قليل، ما يكال الآن قليل، كل شيء يقول وزن كيلو كيلو كيلو. ولكن الغريب عندنا يقول أنا أريد كيلو أرز، يأتي لك بإناء، هذا كيل ليس وزن. تقول كيلو سكر يأتي لك، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تبيع شيئا بالكيل بالوزن وتكيله ثم تقول هذا كيلو، ليس كيلو. تقول الآن هذا أنا أبيع هذا ملؤه بكذا، لا تقول كيلو. الله المستعان. طيب
يقول والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت، أي من قوت يدخر، هذا الادخار، من قوت الاقتيات، إذا كان مما يؤكل ويقتات ويدخر، أو إدام، هذا الإدام لا يكون قوتا لكن يدخر، لكن لا يكون قوتا. يقول لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد. القطنية هو سيذكرها. القطنيات هي الحبوب التي تقطن البيت، تقطن يعني تكون في تقريبا في كل بيت تراه موجود في كيس، مثلا فنية من القطنيات، فول، عدس، لوبيا، سمسم، وحمص، وهذه الأمور تسمى كلها سمى قطنيات. والبسيلة وفاصوليا، يعني أمور كثيرة جدا ربما سيذكرها. هي الجنس الواحد منها لا يجوز فيه التفاضل ولا النسى، لابد أن يكون مثلا بمثل، يكون يدا بيده. وإذا كان جنس بجنس آخر يجوز فيه التفاضل، لكن لابد أن يكون فيه يدا بيد. يقول ولا يجوز فيه تأخير، ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه. التأخير لا يجوز سواء اتحد الجنس أو اختلف الجنس. إذا اتفق الجنس وجب أمران: التماثل والتقابض. إذا اختلفت الأجناس جاز فيه التفاضل، ولكن لا بد أن يكون فيه تقابض. قال أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر. إذا كان طعام، لكن هو أدخل مسألة خلافية في داخل مسألة وفاقية وجمع بينهما. الطعام الذي لا يدخر ولا يقتات هو سيذكر الفواكه. هو لما ألف هذا الكتاب كان عمره، يقال كان عمره 17 سنة، أو يعني لم يكن قد نضج في العلم، فلذلك ما ألف بعد أن استوى في العلم اختلف عن هذا. تعرف له كتابا آخر غير هذا الكتاب ابن أبي زيد القيرواني؟ ما أي كتابه؟ نعم ما فهمت. نفس الكتاب ولكن ليس أنا أقول كتابا آخر غير هذا. هل له مؤلف آخر؟ نعم هو ابن أبي زيد القيرواني الذي ألف هذا الكتاب. هل له مؤلف آخر؟ نعم. لا أعرف. النوادر والزيادات ممتاز. هذا الكتاب إذا قرأت النوادر والزيادات، ولنا حقق الآن الحمد لله. نحن لما كنا ندرس وكان مخطوطا، كنت أستعمل المخطوط القرويين، في مخطوط القرويين في فاس. هذا أنا يعني واحد من الأساتذة الذين كنت اشترك معهم في بعض البحوث جوانب، سافر هناك وصور لنا نسخة، ووجدنا هذه النسخة، كنا نعتمد على هذه النسخة. ولكن الحمد لله أنا حقق وطبع الآن كتاب مطبوع أنا منشور، كتاب ممتاز جدا. لو قرأته وجدت فرقا كبيرا جدا بين أسلوبه في هذا الكتاب وأسلوبه في ذاك الكتاب.
المهم هو معذور في هذا وجزاه الله خيرا، وهو بين أنه كتبه للمبتدئين لأمثالنا يعني، وإلا يعني مما كان مما يدخر أو لا يدخر فيه إن. يقول ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد. الفواكه والخضروات هي البقول، بقول جمع بقل، والبقل هو ما لا يقوم على ساق، مثل البوتي وكابي وبوم دتير وجابرة وكل هذه بقول خضروات. هذه لا يشترط فيها التساوي ولو كان من جنس واحد. يمكن مانجو بمانجو، مثلا مانجو جريفية بمانجو عادي 2 كيلو هنا بكيلو واحد هنا تجوز. والموز بالموز، الموز الكبير الجيد المتميز بالموز الرديء، هنا كيلو هنا كيلوان لا بأس. ولكن هل يجوز في التأخير؟ هنا وقع الخلاف بين الفقهاء، منهم من يلزم يقول لا في تأخير، لكن إذا قلنا هو ليس من أموال الربا جاز التأخير، جاز التأخير ما دام جاز التفاضل من جنس واحد، فلماذا لا يجوز التأخير؟ يجوز التأخير. يقول ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة. الفواكه اليابسة التمر والزبيب والعنب إذا كان مزببا، هناك عنب لا يتزبب وعنب يتزبب. العنب الذي يتزبب لا يعني يدخله الربا، والعنب الذي لا يتزبب من نوع من الفواكه يعتبر من الفواكه. والعنب المتزبب كان في الشام، وعنب غير متزبب كان في مصر، وربما يكون في هنا وهناك. المهم أنواع من العنب بعضها ييبس ويصير زبيبا، وهذا يدخر. إذا كان الأمر هكذا فالبنترة أيضا يدخله الربا إذا يعني يابس، فإذا أكل نيا لا يدخله الربا. إذا كان تبادل نيا لا يدخله الربا، يعتبر من الخضروات. لكن إذا يبس كأنه تزبب خلاص، إذا كان اليابس منه لأنه يقتات ويدخر دخلته الإلة. ماشي أنتم معنا؟ طيب. يقول وسائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده. يعني أدخل قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر الإدام. الزيوت كلها، زيت السمسم، زيت العنب، وزيت الأحمر الذي عندنا، وزيت الفستق، هذه الزيوت كلها والإدامات كلها لا يجوز فيها. إذا كان جنسا واحدا لا يجوز فيه التفاضل، وإذا كانت الأجناس مختلفة لا يجوز فيه النسب، يجوز فيه التفاضل. مثلا زيت الأحمر مع زيت الفستق يمكن أن يتفاضل 2 لتر من هنا و1 لتر من هنا، لكن لابد أن يكون يدا بيد. أتعرف في قديم الزمان الناس ما كانوا يحتاجون إلى الفلوس، قد يعيش الإنسان سنة كاملة ما مر بيده نقد، كانوا يتبادلون بهذه الأمور، زيت بسكر وسكر بكذا
وهكذا. يقول إلا الماء والشراب، يعني ما دام دخل الشراب هنا جي دفروي، إذا كنت تستبدل جي مانجو مثلا بجي أورانج، يمكن أن يكون في تفاضل، هذا ب 33 مليلتر، هذا ب 20 مليلتر مثلا، لكن لابد أن يكون يدا بيد. يقول إلا الماء، يقول الماء يجوز فيه التفاضل بين الماء والماء، وكذلك النسأ بين الماء والماء، وإن كان مما تقوم عليه الحياة، لكن بما أنه متوفر ولا يدخل الحكر، ولذلك استثنوا الماء من ذلك. والماء طعام، الماء طعام يقتات ويدخر، صح، لكن استثنوا في هذه الرواية بأن الماء يمكن يتصرف فيه الإنسان كما يشاء. ممكن كويايه بماء السلام بتفاضل وبالنسى. وقال وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد. يجوز التفاضل ولكن لا يجوز النسى. يقول ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه، تكرار يعني أسلوب، إلا في الخضر والفواكه، هكذا، إلا في الخضر والفواكه. في الخضر والفواكه يجوز فيه تفاضل في الجنس الواحد. والقمح والشعير والسلت كجنس واحد. قمح، الشعير، السلت، هل هذه أجناس أو جنس واحد؟ عند المالكية تعتبر جنسا واحدا، وعند الجمهور أجناس مختلفة. وثمرة الخلاف في التبادل بينها، في المقايضة فيما بينها. فإذا قلنا هي جنس لابد فيه تماثل والتقابل، وإذا قلنا أجناس جاز فيه التفاضل وحرم النسب. والصحيح أنها أجناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر والشعير. الواو تقتضي المغايرة، الواو تقتضي المغايرة، إذا عطف بالواو دل على أنه فيه تغاير. فعرف أن البر والقمح، البر والقمح هو نفس الشيء، دل على أن الشعير ليس هو البر. يقول هذه كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم. والزبيب كله صنف، الزبيب قد يعني يختلف، يعني فيه أنواع لكن جنس واحد، كما أن الأرز جنس لكن في داخل الجنس أنواع. من يعدل لي أجناس الأرز لأنه هو الذي عندنا يعني. جميل. شنو؟ نحن عندنا كونيا وكوغوري وتمبكا وماسالي وكيلانسي وجنجمي وارتو وماكيني لا هذا ما عندنا. أنا أعدد الأنواع التي كانت موجودة لما كنا في البادية، يعني كان حوالي 15 نوعا. المهم هذه أنواع لكن تدخل كلها تحت جنس الأرز.
في التبادل فيما بينها يجوز يعني يجب فيه التماثل والتقابض. أنا في نفس الجنس وإن اختلف النوع. نعم. السلط نوع يعني هو قريب من الشعير. السلط هو موتري، تعرف موتري؟ هو موتري. نعم 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 جنجمي ورطو. لا هو جاءنا أرز وكان أظن هذا جاءنا من غيني بيساو، أصله من غيني بيساو وكنا نزرعه وهو يعني لذيذ جدا جدا جدا، يعني تأكله بدون إدام، ويعني رائحة طيبة جدا، أن تفوه منه رائحة طيبة جدا حينما يطبخ، فسميناه جنجبي ورطو، لأن إذا وضعت فيه الملح يعني تأكله حتى تكاد تموت. وفيه أرز جاء سميناه حنكي وجوني. حنكي وجوني رموري، لأن الناس هذا الذي عنده بوري، ما أعرف هذا بالعربية، الذي عنده مرض بوري إذا أكله يموت، وهذا يعني ما أدري هو كان في سام وفي سم بالنسبة لمن عنده هذا المرض، يعني يموت. في الناس ماتوا حتى تركوا، ثم جاءوا بفكرة أنه يعني يغلى بالماء حتى في غليان عالي جدا، درجة غليان عالي، ويوضع الأرز فيه، ثم هذا الماء يسب كله، ثم يوضع ماء آخر يطبخ بهذا الماء، يكون خلاص السم هذا قد ذهب. هذا يقول حنكي وجوني. طيب يلا يا مشايخ، مشينا. كله يقول كله صنف، والتمر كله صنف. التمر تعرفون أن في سكري وفي قسيمي وفي برني وفي أجوة، أنواع كثيرة جدا، لكن كلها داخلة في نفس الجنس، نفس الجنس هو التمر بنفس الاسم هذا. طيب يقول والقطنية أصناف. ذكرنا القطنية هذه الفاصوليا ولوبيا والترمس وجلجلان وحب الفجل والعدس، كلها تسمى قطنيات. والقطنية قلنا لماذا سميت قطنية؟ لأنها تقطن أي تمكث وتستوطن في كل بيت، لا تذهب إلى بيت إلا وتجد هذه الحبوب موجودة. يعني حياة الناس يعني تقوم عليها. يقول هي أصناف في البيوع. في البيوع أصناف، يعني لا يضم جنس إلى جنس آخر لتكملة النصاب. في البيوع مثلا الترمس جنس، يعني إذا وجدت يعني 3 أوسق من الترمس ووجدت وسقين من اللوبيا، لا تجمع هذا وهذا، تقول علي وجدت 5 أوسق، وجبت عليك الزكاة، إلا أن يتم الترمس لحاله 5 أوسق ولوبيا لحاله. يعني هناك فرقوا بينها، لكن هنا في البيوع جمعوها. هذا لا يسلم له، إما أن تكون جنسا واحدا في البيوع وفي الزكاة، أو تكون أجناسا في البابين. ما يمكن أن تكون أجناس في باب وجنس واحد في باب آخر، هي. لكن لعلهم سيقولون عندنا احتياط في باب الربا، ما لا يوجد احتياط في باب الزكاة. في الزكاة نخفف،
يقول كل جنس يعتبر لحاله ببلوغ النصاب حتى نخفف على المزارع. وأما في الربا في البيع لأنه يأتي ويأخذها من هنا وهناك فكلها تعتبر جنسا واحدا، يعني لا يبيع هذا بهذا متفاضلا. هذه إلى هنا، لكن صعب الفقهاء ما تركوهم، يعني ناقشوهم جدا مناقشة. يقول أصناف في البيوع واختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد. يعني في البيوع اختلف قول مالك، جاء في رواية عنه أنها صنف واحد، وجاءت الأخرى أنها أصناف. هذا في البيوع. أما في الزكاة يعني ذهب بأنها صنف واحد، يعني يضم هذا إلى هذا. ضم الصنف إلى صنف آخر لتكملة النصاب في الزكاة ورد الخلاف في بعض المسائل في ضم الذهب مع الفضة. الذهب 20 دينار يبدأ النصاب، والفضة 100 درهم. لكن لو كان عندك 100 درهم و10 دنانير، هذه قيمة هذه، يعني كأنك عندك إما 100 درهم أو 20 دينار. هل تجمع بين هذا وهذا؟ وقع الخلاف في هذا. وكذلك وقع الخلاف بينه في ضم الضأن مع المائز، وكذلك وقع الخلاف في ضم هذه الأجناس، مثلا في ضم الفول مع العدس أو فاصوليا مع حمص. والمحققون ومنهم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه أنه يرى أن كلها أجناس، لا يضم هذا إلى هذا، لا الضأن إلى المائز ولا الذهب إلى الفضة ولا هذه الأجناس بعضها إلى بعض. يقول ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف. هنا اللحوم يختلف أقوالهم في اللحوم. يعني الآن نتكلم ليس على الحيوان، الآن نتكلم عن لحمه. الآن ذبح وسلخ ووضع اللحم، هنا لحم ضأن وهنا لحم بقر وهنا لحم دجاجة. نريد أن نستبدل لحم هذا بلحم هذا. أنا أريد دجاج وعندي لحم غنمي، كيلو لحم غنمي، وأريد دجاجة يعني مذبوحة وجاهزة. هل إذا أردنا أن نستبدل، هل يمكن أن يفاضل بين هذا اللحم الضأن مع لحم الدجاج؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء. أبو حنيفة يرى أن هذه الحيوانات كل جنس مستقل عن الآخر. مثلا الإبل لحمه ليس كلحم البقر، ولحم البقر ليس كلحم الغنم. عنده يجوز استبدال لحم البقر بلحم الإبل متفاضلا بشرط أن يكون يدا بيد. وأقول مثل ذلك بين لحم الغنم ولحم البقر. وعند الشافعي كلها جنس واحد، يعني كل اللحم جنس واحد، سواء لحم دجاجة يعني الطيور ما يطير أو ما يمشي على 4، كلها جنس واحد لا يجوز فيه تفاضل. المالكية ومعهم الحنابلة في أصح روايتين عن الإمام أحمد
ذهبوا وقسموا إلى 3 أقسام: لحوم ذوات الأربع كلها جنس، يعني لا يجوز المفاضلة بين لحم الجمل ولحم الغنم، أو بين لحم الغنم ولحم البقر. وما يطير كل الطيور، كل البطة والدجاج والأوز والنعامة وكل ما يطير كلها جنس. إذن لا يجوز التفاضل بين لحم الدجاج مع لحم الأوز، ولا بين لحم الأوز ولحم النعامة مثلا. لكن بين لحم الدجاج ولحم الغنم يجوز فيه التفاضل إذا كان يدا بيد. والأسماك كلها جنس واحد، ولا علاقة بين لحم السمك مع لحم ذوات الأربع أو لحم الطيور. أما بين الأسماك لا يجوز فيه التفاضل، هذه السمكة سمكة كذا وهذه سمكة كذا، لا هذه كبيرة وهذه صغيرة، هذا فيها عظام وهذه ليست فيها عظام وكذا. لا بد أن يكون متفاضلا وأن يكون متماثلا ويكون يدا بيد إذا كان بين الأسماك. إذا عندهم ثلاثة أقسام في اللحوم: لحوم ذوات الأربع كلها جنس واحد، ولحوم الطيور جنس واحد، ولحوم الأسماك جنس واحد. هذا عند المالكية والمشهور عند الحنابلة. ويقول ولحوم يعني ذوات الأربع من الأنعام والوحش. المقصود من الوحش، ما هو المقصود من الوحش؟ نعم، مثلا حمار وحشي. نعم أيوه، حمار وحشي، والظبية والغزال والأرانب. نعم، يعني الوحوش التي يجوز أكل لحمها، لأن هناك وحوش لا يجوز أكل لحمها كالخنزير. لا، الحمار الوحشي هل يجوز أكل لحمه أو لا يجوز؟ يجوز. نعم. يقول ولحوم الطير كل ما يطير كله صنف، ولحوم دواب الماء، شوف ما قال السمك، حتى تعم الكلمة كل ما يعيش في البحر. لو لا قال السمك فيه ما يعيش في البحر بدون ليس سمكا. طبعا ما يعيش في البحر جائز الأكل إلا خنزير البحر وإنسان البحر. سئل الإمام مالك عن خنزير البحر، قال يا إمام خنزير البحر جائز أكله أو لا؟ قال أنتم تسمونه خنزيرا، وسكت. وبدأ الطلاب يتناقشون فيما بينهم، لا هو لأنه ما أجاب لأنه حرام. قال لا ما قال حراما، فهو سكت، وإن كان زجر فخرجوه على القولين. المهم مثلا كلب البحر وحرة البحر وخنزير البحر وإنسان البحر، هذه وقع الخلاف في جواز أكلها. وعموم الحديث الصحيح الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا عام يشمل هذا. وإن كان يعني كل ما كان له شبيه في البر وهو حرام هو الذي وقع الخلاف فيه إذا كان يعيش في البحر. أما البرمائي يعني الحيوان الذي يعيش في البر ويعيش في البحر، هذا يأخذ حكم البر، يأخذ حكم البر.
يقول كلها صنف، وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شهم فهو كلحمه. يعني ما تولد من شيء فهو يأخذ حكم ما تولد منه، مثل ماذا؟ الشهم ومصران والألبان، وألبان ذلك الصنف، وجبنه وسمنه صنف. ألبان اللبن، لبن البقر ولبن الإبل ولبن الغنم يعتبر صنفا واحدا. إذا أردنا أن نستبدل لبن الغنم بلبن الإبل لابد أن يكون فيه التماثل والتقابل. ولكن هل هناك سمك له لبن؟ ما رأينا. طيب الشحم، طبعا هناك شحم في الأسماك، هذا لو أردنا أن نستبدله بشحم في الذوات الأربع يمكن أن يكون فيه تفاضل لا بأس، لابد أن يكون فيه تقابل. وشحم البقر مع شحم الإبل يعتبر جنسا واحدا، لا يجوز فيه التفاضل ولا النسب. والجبن وما يستخرج منه ويجبن الأجبان معروفة. والسمن وزيته، مثلا زيت البقر لا، نبان ني ونبان جلوني ونبان دمي. نحن لا نحلب الغنم، نحن لا نحلب الغنم صح، لكن في أناس يحلبون، وإذا حلبوا يستخرجون منه السمن، فكلها جنس واحد. فجاءت الإشارة إلى أن نتوقف، وتوقفنا، نستريح ثم نعود. اتفقنا؟ طيب اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا